العلاج اللي احنا هنستخدمه النهارده هو جهاز الموجات التصادمية أو ما يعرف بالشوك ويف. الحالات اللي بتستفيد من هذا الجهاز حالة شائعة الحدوث وناس كتير جدا بتشتكي منها، هي آلام الكعب أو شوكة الكعب أو ما يسمى بمسمار الكعب. الحالة دي ناس كتير جدا ما بتقدرش تدوس على رجلها، خصوصا بعد فترات الراحة، بتاخد علاجات كتير وحقن كتير وحقن كورتيزون، وفي الآخر بتلجأ للجراحة. الطريقة اللي احنا بنعالج بيها نتائجها تعادل الجراحة تقريبا، بدون أي آلام وبدون أي جراحة وبدون أي فتح وبدون أي أعراض جانبية، وتعتبر رقم واحد في العلاجات الموصي بها من المراجع الطبية العالمية. ومن ضمن الاشياء الجهاز الجديد بيعالجها وبعد ما يتم تشخيصها مظبوط، الام الكتف المزمنه، خصوصا المرضى السكر. المريض بيعاني من الام بالليل على الاخص، ما يقدرش يرفع دراعه وما يقدرش يمارس حياته الطبيعيه ويستخدم دراعه في الاغراض الحياتيه بصفه طبيعيه. ومن الحالات الطبية أو المرضية اللي ممكن إن احنا نعالجها بالطريقة الجديدة دي بعض آلام أسفل الظهر التي قد تشخص أو يساء تشخيصها أو تشخص بطريقة خاطئة على أنها وتتشابه أعراضها على أنها عرق نسا أو انزلاق غضروفي، وهي عبارة عن آلام والتهابات في بعض مفاصل الحوض والعمود الفقري. هذه الآلام وهذه الحالات المرضية تستفيد جدا من هذه الطريقة بالعلاج. والحالات التي تستفيد من العلاج بالجهاز الجديد بعد تشخيصها بطريقة سليمة، لأن التشخيص هو 90% من العلاج. الحالات زي بعض آلام الركبة والتهابات الأوتار حول الركبة، التهاب في وتر العرقوب، عرقوب اللي هو وتر أكيليز، وتر العرقوب، كوع التنس أو كوع الجولف، ودي آلام بتيجي في كوع من الداخل أو الخارج في بعض المهن أو بعض الناس، إزالة بعض التكلسات أو ترسبات الكالسيوم زي كما في حالات الكتف وحالات حول الحوض بعد الجراحات. جهاز كمان مفيد جدا في حالات مما يسمى تريجر بوينت، بعض الامراض زي الامراض اللي بيسموها الليف العضلي او فايبروميالجيا، وبيبقى في نقط كده معينه هي اللي بتسبب الالم، عباره عن نقط بتثير الالم او هي مصدر الالم في العضلات. الجهاز ده بيثبط الالم دي وبيعالج الالم دي. الحالات المرضية اللي احنا قلناها اليوم، الطريقة اللي علاجها اليوم هو جهاز الموجات التصادمية، وده جهاز يعتبر ثورة في علاج الالتهابات وعلاج الآلام وعلاج فك التكلسات والمشاكل في الجهاز الهيكلي العضلي للإنسان. الجهاز ده فكرته ان هو في موجات بتطلع نتيجة صدمة بتطلع بالجهاز أو بما يسمى طلقة، ودي عبارة عن موجات، عبارة عن طاقة كهرومغناطيسية بتنتج موجات بتتخلل أنسجة الجسم، بتفك التكلسات، ولها دور كبير، بتحفز خلايا الجسم على تكوين خلايا جديدة وتكوين أوعية دموية جديدة وتكوين أنسجة كولاجين، بيستبدل كل الخلايا المريضة والخلايا الملتهبة بخلايا جديدة، ويزيل التكلسات والالتهابات. طبعا عشان نستفيد من الجهاز ده لازم تشخيص الحالة بطريقة صحيحة بعد عمل فحوصات والأشعات اللازمة وبعد الفحص بمعرفة الاستشاري العظام المتخصص. ودمتم سالمين.